السلام عليكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. البنات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ واش حوال وليداتكم؟ صحة فطوركم وصحة رمضانكم. اليوم جيت ندير معكم المطلوع الكوشه. نبدأ على بركة الله. عندنا هنا فرينة، رطل تاع فرينة. نديرو الملح على حسب الكمية اللي عندنا. هنا درت 2 خبيزات تاع مطلوع تاع الكوشه. ندير الملح، ما كثروش، ونزيد ندير السكر، ملعقة تاع سكر، وخميرة تاع الخبز، وندير 2 ملاعق تاع زيت. هذا الخبز ما يجيش مدلوك البنات، يجي غير خفيف، نضربوه باليدين خلاص. علاه باش يجينا من بعد يجينا خفيف ويجينا فارغ في الوسط. هنا عندي السكر قلت لكم مع الخميره، ونسخن الماء يكون سخون، ما يكونش سخون بزاف، دافي. هنا ندير 2 ملاعق تاع زيت، وندير السينوج ولا الجلجليه كما تحبي ديري. دوك انا نخلط العجين تاعي بالماء دافي. ما نعجنوش البنات، غير نديرو خفيف ونضربو كيش شغل البغرير، يكون خفيف شويه. وضربي بالاصابع وندخلوا له الهواء باش من بعد الخبز تاعنا يجينا طري ويجينا فارغ ويجينا مهشهش، ما يجيناش هذاك الثقيل. لما الخبز تاعي العجين بالاصابع ونضرب بالاصابع، ندخل الهواء هكذا، لما العجين تاعي كامل. يجي المطلوع هذا خفيف البنات، يجي روعه. مع الشوربه يجي روعه. نتمنى يعجبكم الفيديو تاعي، ونكمل معكم العجين حتى النهايه. اضربي مليح بالاصابع حتى يدخل، تشوفي العجين تاعك رطاب وما تخافيش كيعود رطب. من بعد نلموه بالسميد هكذا البنات. تضربي بيدك، لمي العجين تاعك كامل، شوفي غير بالاصابع تاعك، ويجيك المطلوع تاعك يجي خفيف ويتكل سخون، يجي روعه البنات. اللي يحب يدير بالسميد يدير كاس تاع سميد ويديروا مع الفرينه. اللي يحب السميد يكون داخل في الفرينه في المطلوع تاعو باش يجيه فيه السميد. اللي ما بغاش يدير غير الفرينه وحده، ولا تحبي ديري الفرينه وحدها معليش. المهم اضربي، شوف هذا يجيك العجين تاعك، بلي يديك بالماء وضربي العجين تاعك بالاصابع باش يدخل له الهواء، وتجيك العجينه تاعك كم بعد تجيك رطبه وتجيك خفيفه هكذا البنات. دوك نلمو، ندير قطره تاع زيت نلم بها العجين تاعي، باللي غير يديك بقطره تاع زيت، ونلمو العجين تاعنا ونخلوه، نديرو له حمام مائي من تحت باش يجينا العجين تاعنا يزيد يطرى. سخني الماء ونقصي، ما ديريش الماء سخون داك اللي يغلي، شويه يكون دافي، وحطي الكاسرونه تاعك فوق الماء، يجيك المطلوع تاعك يجيك خفيف. دوك نغطوا عليها ونخلوها تخمر ونرجع لكم. هنا اختمرت العجين تاعنا، واختمر هنا البنات. هنا ديجا ورا عليا الحال، هاني زربته بالماء الدافي. دوك نزيد ندهن يديا بالماء، ما تخافيهاش اذا جاتك رطبه، لكن بعد تعاونيها بالسميد. انا هنا جاتني رطبه بزاف، بصح نعاون يديا بالماء ونلم العجين تاعي ونلوحو في السميد ونكور ونشكل على شكل خبيزات هكذا البنات. شوفوا نلمهم هكا، وندير البلا تاعي تاع الكوشه، نحكم ندير عليه السميد، ونحط العجين تاعي، الخبيزات تاعي نحطهم في السميد هكذا، ونديرهم في لي بلا تاعي. والكوشه تاعتي تكون سخنتها قبل، سخنيها مليح، سيتو الكوشات هذا ملي ما يطيبوا غير من التحت ما يطيبوش من فوق، من الاحسن تسخنيها بكري. نكملها كامله. شوفوا البنات، هزيها لوحيها في السميد وعاودي لميها في السميد، هي ما تخافيهاش تجيك رطبه، بعد تلميها في السميد تجيك سهله. شوف لميها كامله ونلوحوها نحطها في لي بلا تاعنا، زيد تطلع واحد المده 2 دقائق 3 دقائق، نهبطوها والفرن تاعنا يسخن، ونخلوها تطلع، زيد تطلع واحد المده هكا، ونلوحوها في الفرن تاعنا. دوك نقرصوا معكم الخبيزات تاعنا. ها هما كاين البنات، جوني 2 خبزات صغار، وجا رطب وجا خفيف البنات، والله ما نشهيكم فيه، جا روعه. نتمنى تجربوه وديروه، وساهل، ما في لا دلك لا تعب، ما في والو، ساهل بالاصابع وانتي كملتي درتي خبيزات هكذا. نقرصوهم، ما ديرهمش رقاق بزاف، من بعد هو يزيد يطلع مع الفرينه معروفه تزيد تطلع. نخبزهم هكذا، ونزيد ندير لهم السميد من فوق، ونخبزهم بالعقل هكا، ونحط لهم، نزيد ندير لهم حمام مائي من التحت. سيرتو انا دوك ديجا راه عليا الحال، زدت درت لهم الماء سخون من التحت، ونغطيهم بالصرافط ونخليهم ما يطلعوا، نلوحهم في الفرن تاعي. شوفوا البنات، جا ما شاء الله العجينه تمشي كما تحبي.
هذه غير بالاصابع ما دلكت ما والو. هكذا نغطيهم يرتاحوا، ودرت لهم حمام مائي من التحت. اذا حبيتو الخبز تاعك يزرب يطلع ديما ديري له حمام مائي، يسرع لك في الاختمار، ثم يختمر، سيرتو اذا كنتي ماكش مزروبه. هنا اختمر البنات، هو كيشوفوا ما طولش، واحد ربع ساعه ولا ما لحقش، ثم اختمر. كي درت له حمام مائي ثم زرب. دوك نلوحو في الفرن. هنا البنات هو كي خرجته من الفرن تاعي، هاو حمر جا ما شاء الله، هاو سخون. هنا راني نعتو لكم برك مازال ما نقطعوش حتى يبرد، ما تقطعيش الخبز تاعك حتى يبرد ويطرى. دوكا يبان هكا شويه يابس، بصح كي تغطيه من بعد مع السخانه تاعو هذاك يولي يطرى. ها هو البنات هنا راني غطيته طرا. دوك نقصو معكم، جا ما شاء الله، جا مع الوقت الاذان قد. نتمنى يعجبكم المطلوع تاعي، وجربوه وديروه، وما تنساوش ديروا لنا لي لايك وديروا لنا ابوني يصلكم الجديد، وما تبخلوش علينا البنات. ها هو كي المطلوع تاعي جا ما شاء الله، نتمنى ينال اعجابكم. هذا هو المطلوع تاعي البنات، نتمنى تجربوه وديروه، ونقول لكم صحه فطوركم وصحه رمضانكم، وكل عام وانتم بخير، ومع السلامه في فيديو جاي ان شاء الله.